الشيخة أتراكس تثير تساؤل الجمهور بإطلالة جديدة من العمرة. حلت الشيخة تراكس بالمملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الرسمي. وأطلت تراكس بالعباءة والحجاب على متابعيها عبر مجموعة من الصور التي علقت عليها قائلة: طاب اللقاء وقرت العيون، الحمد لله الذي بلغني هواء مكة وسكينتها، الحمد لله على تمام العمرة، ربي استودعتك أدعية فاض بها قلبي فاستجبها لي. مباشرة عقبها انهالت التبريكات على الشيخة تراكس من قبل متابعيها الذين تمنوا لها عمرة مبرورة، في الوقت الذي استفسر البعض عما إذا كانت ستعتزل الغناء والرقص أم ستعود إلى مزاولة مهنتها بعد العمرة. يشار أنه فاجأت المغنية الشعبية فاطمة الزهراء الشهيرة بالشيخة تراكس متابعيها بتدوينة كشفت من خلالها عن عدم اشتغالها في شهر رمضان المبارك. وجاءت تدوين تراكس ردا على مجموعة رسائل توصلت بها من متابعيها الذين تساءلوا عن المكان الذي تشتغل فيه خلال شهر رمضان، لترد قائلة: اللي كيسولني في كنكون هاد رمضان كنبغي نقول لك شكرا لكم بزاف، ما كرهش نكون معاكم، لكن سمحوا لي انا ما كنخدمش في رمضان حتى يفوت رمضان وانا معاكم ان شاء الله يا ربي. قرار الشيخ دراكس قوبل بنوع من السخرية والاستهجان، وأظهر حسب رواد التواصل من جديد مدى جهلها بتعاليم الدين الإسلامي، وهي القائلة في تصريح سابق: ما كنطلعش نرقص حتى كنقرا جوج سورات من القرآن الكريم.